ما عرفت نهرب ولا نصبر، وأنا اللي قلت عندي الزهر. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة. اليوم غادي نحكي لكم قصة واحد البنت حياتها كانت عادية، الضحك والنشاط والطموح، حتى جا واحد قلب عالمها كامل سفاه على علاه، خيانة، وجع ومرض. كيفاش تصبر؟ كيفاش تهرب؟ كيفاش تفيق؟ خليكم معايا، راه القصة فيها عبرة ودرس عميق. صاحبة القصة كتقول: أنا اسمي شيماء، عمري 25 عام، خدامة أستاذة في الإعدادي. والديا ناس دراوش طيبين بزاف. ماما تزوجات صغيرة وما قراتش، ومن دارهم لعند بابا اللي تهوى راجل درويش خدام على قد الحال. وداك الشي اللي ما داروهش في حياتهم كافحوا علينا حنا ولادهم باش نديروه. بغاونا نقراو ونوصلو ونبنيو مستقبلنا. كنت بنت مجتهدة معقولة، كل شي كيقولها فيا زوينة. من وأنا صغيرة وأنا ديما نسمع الشكر فيا. كنت نضحك واجتماعية بزاف، نبغي نشارك أي حاجة مع اللي عزيز عليا، وهالطبع مازال باقي فيا لدابا. أنا الكبيرة وعندي 3 خواتاتي صغر مني ومازال كيقراو. قريت، تعبت، نجحت بنقطة زوينة، فرحت الوالدين. ومن بعد طلعت للجامعة، وفاش وليت طالبة وحسيت براسي صافي كبرت ودرت عقلي زعما، تعرفت على واحد الشاب من نفس المدينة. بصراحة كان باين عليه ولد الناس، قاري مثقف خدام مسؤول في واحد البلاصة معروفة، لا داعية لذكر اسمها، متجر من المتاجر الكبرى اللي في المغرب. جا مع راسو، عنده دارو، عائلته ناس محتارمين. نعاود لكم كيفاش تتعرفنا. واحد النهار دخلت الفيسبوك، لقيت شي حد مصيفط ليا ميساج. انا في الاول ترددت نجاوب، من بعد قلت نجرب نشوف اش بغى. سلام سلام، شكون معايا؟ قال لي معاك يونس وكنيتو، ومن بعد حط لي وراقيه كاملين، فاش خدام، فين ساكن، وشحال في عمره. واخا في هادي كذب عليا. مع الوقت عاد غنعرف. قال لي في عمره 28 سنة، ولكن من بعد كنكتشف عنده 33 سنة وميكت. وتانا عاودت ليه كل شي عليا، من سميتي حتى الوقت اللي حليت فيه الميساج ديالو. بقينا هضرة تجبد هضرة شوية. قال لي: شوفي شيماء، انا ما باغيش نتفلى، راني كبرت وكنقلب على بنت الناس اللي نتزوج بيها ونكون أسرة وعائلة أنا كيف فقراني. وقال لي: أنا عجبتيني ويا ربي نتفاهموا، وطلب نخلي ليه نمرتي باش نزيدو نتعرفوا كتر. وقال لي: حتى انتي سولي عليا فين ما بغيتي، في دربنا وحتى في الخدمة، أنا عاطيك الضوء الخضر. أنا ما جاوبت لا بالرفض ولا بالقبول، قلت ليه يكون خير، وفعلا خاصني نهضر معاك نعرفك وتعرفني، راه الزواج ماشي لعب. ومن هنا بدات الحكاية. بلا ما نحس دخلنا في واحد العلاقة اللي بقات كتجبد وكطوال حتى ولات عامين. وقالوا ناس زمان: العشرة تكشف لك معدن الصحاب. حيت مع الوقت بداو الحوايج والعلامات الحمراء كيبانوا، ومع الأسف تغاضيت عليهم. السيد كان كيبان ليا بحال شي ملاك نازل من السما خصيصا ليا، كيهتم بيا بواحد الطريقة اللي بزاف. كيسول على كي كيدوز نهاري وعلى الصغيرة وعلى الكبيرة. وبحكم تانا ما كنتسكتش وعزيز عليا الهضرة، فرحت بزاف. قلت لقيت اللي يفهمني، ماشي بحال عائلتي واللي كانوا كيقولوا لي نقصي شويه من كثرة الهضره، راها ما مزياناش، وكانوا كيخلوني زامته فيا شلا حوايج باغا نخرجهم. ولكن لقيته هو كيبقى يسمع ليا بدون ملل، ولا مره قاطعني وحسسني باللي فيا الهضره بزاف. ومن بعد ما دازت 10 شهور على علاقتنا وتعرفنا مزيان، جاب دارهم وجو خطبوني، وقبلوا والديا وتفاهموا مع والديه، وكان كل شي كيف بغيت. وتفاهمنا باللي غير نكمل قرايتي ونخدم ونديروا العرس، حيت بغيت ندير داك الشي اللي كانوا والديا راسمين ليا في بالهم. بغوني نتوظف ونكون قاده براسي ونعاونهم باش ما نحتاجش نمد ايدي شي نهار. الوقت والزمان هذا، هذه هي هضرة الأب ديالي. من اللي تخطبت ولا يونس كيجي عندنا مرة مرة للدار،
ووليت كنخرج معاه أكتر من الأول. وملي وليت باغا نعرف عليه كلشي، بحال كيفاش كيدوز نهارو ومع من وفين كيكون فاش كيسالي الخدمة، كيف قلت ليكم كنهضر كتر ما كنسمع، وكنبقى نعاود غير عليا أنا، وهو كيتصنت وما كانش كيعاود والو، حدو يبقى يسمع ليا. وهكا لقيت راسي ما كنعرفش عليه بزاف. مع الوقت بدات الحقيقة كتوضح قدامي شوية بشوية. الملك ديالي ما كانش غير ديالي. اكتشفت باللي الراجل عينيه زيغين، كل مرة كنلقاه متبع شي وحدة بعينيه. وواحد النهار أطلع ليا ميساج داير تعليق لواحد البنت حاطة تصويرتها وكاتب ليها تبارك الله على الزين ديال البنات، جا معاك هاد اللوك. وهي دايرة ليه قلب ومجاوباه ربي يخليك الزين كيشوف كل شي زين. ديك اللحظة حسيت بحال شي تصرفيقة، تصدمت فيه. فاش واجهتو وبغيتو يفسر ليا اش هاد الشي، صدق مقلق وبدا كيقول ها هما بداو المشاكل، انتي خاصك تكوني تثقي فيا، انتي اللي زعما غتكوني مراتي. باقي حتى ما بدينا وليتي باغا تجبدي الصداع. وهاديك غير وحده خدامه معايا، وكاين واحد في الخدمه معانا شاد معاها الضد وكيحقرها، وانا كنجي من جهتها حيت كتبقى فيا، وحتى باش يعرف باللي كاين اللي وقف ضده. وفاش حطات تصويرتها درت ليها تعليق باش يشوف باللي راني مازال واقف معاها. قلت ليه صافي اسمح ليا، ولكن كان خاصني نسولك. بقى مقلق شويه ومن بعد صالح معايا. رجعنا كيف كنا، حتى لواحد النهار جاني ميساج من واحد البنت ما كنعرفهاش وما عرفتش كيفاش تاخدات نمرتي ومين جاتها. كتقول لي بالحرف شوفي يا اختي، هاد السيد اللي انتي معاه راه كيهضر معايا حتى انا، وصيفطات لي السكرينات اللي فيهم داك الشي كيضر في القلب، وكيطلب منها شي حوايج اللي بزاف ما فيهم ما يتقال. وريتهم ليه، ناض قلب عليا القضيه وقال لي بلا ما تبقاي كل مره تجيبي لي بلان جديد، يلا دابا نتزوجوا وغادي تاكدي باللي ما كاين والو من هاد الشي. وانتي اصلا علاش مخلياني هكا؟ اش من خطوبه هادي؟ طولنا بزاف وليت ضحكه مع الناس. صافي جمعي وراقيك وغادي نكتبو وتجي لدارك وكملي قرايتك، ومن تسالي الا بغيتي نديرو العرس. انا ديك الساعه تلفت ووليت غير كنبرد، حيت ماشي هادشي اللي متفقين عليه. والعائله كلهم واولهم والديا عارفين ما غادي نتزوج حتى نخدم، كان هذا هو الشرط ديالهم. ومن تم بقيت كنميك واخا نشوف اللي ما يعجبنيش غير باش ما يجبدش ليا العقد والعرس. كان عارف نقاط الضعف ديالي. ومن هنا بديت كنغرق وسط دوامة ما بين الحب اللي عماني والخيانات اللي قدامي، وبين كلام الناس ومستقبلي والرغبة د والديا. كنت كنحاول نقنع راسي ماشي مشكل، هادشي كله غير سوء تفاهم، كل شي غادي يتقاد مع الوقت مادام هو باغيني وما باغيش يفرط فيا. وحتى والديه كل مناسبة كيجيو وكيكبروا بيا، في الأعياد يكسيوني وما كيدخلوش لدارنا بإيديهم خاويين. وهاد الشي كان كيخليني نقول مستحيل نلقى ما أحسن من هاد السيد وعائلته. مع كل الخيانات اللي كنت كنشوف، كنت كنقول غير يتزوج ويجمع راسو ويتبدل. مرة كنت كنقول نقطع، ومرة كنرجع نبرر ليه. وهو كان عارفني مربوطة بيه وكيعرف كيفاش يرجعني، غير بكلمة ولا ابتسامة ولا حتى غضبة. كنكون مشوشة ولكن الداخل ديالي كان باغيني نصدقه، باغية نبقى في الحلم اللي كل بنت كتحلم بيه، العرس والعمارية والحنة، ونكون انا عروسة ندير داري ملي نكمل قرايتي. كنت كنحسب راسي انا اكتر وحدة عندها الزهر. يا سلام، تخطبت وانا مازال كنقرا ومازال صغيرة، وماشي بحال شحال من بنت كتبقى تدعي وتطلب غير تزوج. انا العكس، الخطيب موجود وانا اللي حابساه. ما نكذبش عليكم كنت تغريت براسي. من بعد شديت الاجازه اللي كنت كنقاتل ونكد باش نوصل ليها، تعبت وصبرت وبفضل الله خدمت ووليت استاذه في الاعدادي في نفس المدينه. فرحت وفرحت والديا، وفي نفس العام درت العرس ومشيت لداري.
دخلنا للدار وكان هو كيوريني قنت بقنت، وكان كيبان إنسان جديد، عطاني الحب وعطاني الاحترام، وعائلته داروني بحال بنتهم وكتر. بداو أيام العسل، سافرنا فوجنا ضحكنا، وفاش رجعنا كانوا تقريبا كل يوم التجمعات العائلية، هادو يعرضوا هادو كيعرضوا كلشي فرحان بيا. ومع الوقت العسل بدا يتبدل مرار، دخلنا للشهر الرابع ديال الزواج، وانا باقا في داك الجو ديال العروس اللي مازال ما صدقاتش راسها بالفرحة ديال الحياة الزوجية. بدا هو كيتبدل، ما بقاش داك الراجل الحنين اللي يعيط حتى ل20 مرة في النهار غير باش يسمع صوتي. واحد الليلة كان راجع معطل بزاف، وانا بقيت بلا نعاس كنتسناه. ما دخل حتى فاتت 12 الليل. دخل سولته علاش تعطلتي هكا، قال لي كنت خدام ما مساليش، ودخل ينعس وهو منفخ. النهار الثاني لقيت الريحة ديال النسا في القميجة ديالو، الريحة ماشي ديالي. وانا نقلب الموضوع ضحك وسولته هذه ريحة جديدة ولا مولاتها اللي جديدة. شاف فيا وخنزر وقال راكي عارفة تما كاين تا الروايح، وكنت كندور على اللي كيستفوا السلعة وهرسوا شي عطور جاو جداد، كيقصد الخدمة. أنا قلبي بدا كيتقبض، ولكن قلت نصبر ونشوف. حتى جا النهار اللي بدات الحقيقة كتبان فيه كتر وكتر. واحد العشية وهو في الدوش تليفونو صونا، ما جاوبش حيت ما سمعوش، وشوية وهو يجي ميساج. ما قدرش نحبس راسي، هزيت التليفون نشوف بالزربة قبل ما يشوفني. لقيت ميساج من وحدة مسجل عليها سمية خالد، كاتبه ليه توحشتك، علاش ما بنتيش البارح. انا جمدت في بلاصتي، خرج هو من الدوش وانا وجهي كله مبدل وكنت ترعد، وما قدرش نصبر وواجهته. شكون هادي اللي سميتها خالد؟ شد مني التليفون وبدا كيغوت. واش كتفتشي في تليفون راجلك؟ ما عندكش الثقة؟ انا ما عمرني شفت تليفونك، وهذا واحد صاحبي، ولا خالد بنت لك خالده. قلت ليه اش من ثقه؟ علاش كتهضر؟ راه الميساج واضح قدامي. واش صاحبك ما تجاوبوش ويقول لك توحشتك؟ وعوض ما يهدن الموقف بدا كيغوت عليا ويستفزني ويقول لي انت مريضه بالغيره، هادشي كامل في بالك، وماشي اي واحد ولا وحده كيكتب ميساج معناها كاين شي حاجه. دازت هادي ولا نقولو دوزتها بزز مني. ومع مرور الأيام بدا كيخرج ويغبر كل ليلة، يرجع معطل، عينيه حمرين، حوايجو خانزين بالريحة ديال الدخان والشراب. أنا في هاد الوقت حسيت براسي معلقة، لا قادرة نكمل ولا قادرة نطلق. حاولت نصلح العلاقة وقلت ضروري نتغلب على التحديات. واش الحياة سهلة؟ إلا الحياة كتبغيك تكوني قوية وتصبري وتكافحي باش تحافظي على دارك. ولكن عييت، غير ما زاد كيغيب بزاف، كل مرة عنده عذر. عندي خدمة كتيرة، خاصني نخرج مع صحابي شوية، غادي نسافر الرباط نهار واحد ونرجع، غادي لهنا، غادي لهيه. وأنا عارفة اش كاين وحاسة، ولا في الحقيقة متأكدة. وكانت الغيرة كتقتلني والشمتة كتزيد تقهرني، حيت أنا اللي عشت معاه هادشي وبانوا ليا كل العلامات في البداية، وأنا ما كنتش باغا نصدق. المهم بغيت نزيد نتأكد ونشوف واش بصح هاد السيد خدام وكيقول الحقيقة وأنا ظالماه، ولا داكشي اللي في بالي هو اللي كاين. وقررت نتبعو. من اللي خرج بالليل خديت طاكسي وكنت بعيدة عليه غير بشوية، وصل لواحد القهوة في وسط المدينة، وفعلا لقيته جالس مع وحدة لابسة داك الشي قصير ومعيق بزاف، وهو كيتمازح معاها ويقرب ليها بحال شي مراهق. قلبي بغى يخرج من بلاصتو، ولكن ما مشيتش ليهم، بقيت كنتفرج من بعيد. قلت خاصني نصبر ونواجهو بهدوء زعما. رجعت ما نعستش، تسنيتو حتى جا. قلت ليه شفتك في القهوة مع وحدة، ماشي صاحبتك في الخدمة ولا شي حاجة رسمية، كانت خارجة وجلسة حميمية، اشنو التبرير ديالك؟ بدا كيكهكه ضاحك بطريقة مستفزة. ايوا ياك غير في القهوة، ولا ممنوع ليا نجلس مع صاحبتي؟ قلت ليه انا كنت ترعد بالاعصاب. صاحبتك؟ جاوبني ببرود.
إلا ما عجبكش الحال الباب واسع، راكي انتي اللي باغية المشاكل. شديتها في قلبي وسكت وصبرت. قلت نخلي وخا بعدا يدوز غا عام على زواجي واش نطلق وانا باقي حتى ما تنسى عرسي. خايبه بزاف. وهو من داك النهار بدا كيزيد يتمادى، كيخلي التليفون مفتوح عمدا ويخلي الميساجات تبان قدامي بحال اللي باغي يقهرني. واحد المرة كان كيهضر في التليفون قدامي ويضحك، ومن بعد قالو هو كيزيد يستفزني، اللي فهمت باللي كيهضر مع شي صاحبو. قال لي كانت باسلة هذيك، ها 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 ها، خليتها لك، انا دابا مزوج ياك، ها ها ها. انا حسيت بموس كيدبح فيا، ماشي غير الخيانة ولكن الاستهزاء والاستخفاف. وبلاصة الزوجة ولات عنده بحال لا شيء. نهار ما يكونش خدام، يا تلقاه خارج يا تلقاه مشبد في الصالون وكيهضر في التليفون. كلمة زوينة ما بقيتش كنسمعها، الاهتمام والو، غير تخنزير والهضرة اللي كتجرح. انا من طبعي كنهضر بزاف وما عمرني كنخلي شي حاجه في قلبي، اللي كاين كنقولو. ولكن في هاد الحاله ما بغيتش نفضح حياتي للناس، ما شكيتش لصحاباتي وما بغيتش نجرح والديا اللي فرحوا بيا. كنت كنصبر ونكتم، ولكن فكرت ومشيت شكيت لحماتي. هي تقول لي الله يهديه، بدا تاني. وعرفت باللي هو من ديما كان مبلي. وعاودت ليا كان كيدير المشاكل فاش كان كيشرب ويسكر. وقالت ليا ديما مضارب مع شي حد وديما جاينا مضروب. وهذه 5 سنين وقع عليه مشكل في الخدمة، وكانوا غادي يجريو عليه ودخلنا وطلبنا الناس والوسيطة باش خلاوه ووقفوه غا شهرين. ومن تم ندم وتاب ودخل سوق راسو ودفع شرا دارو وبغى يتزوج. وفرحنا، قلنا الحمد لله جا الفرج. ولكن بنتي دابا صدمتيني وطلباتني نسيت نصبر، وباللي غادي يعاونوني عليه باش يرجع من داك الطريق. بديت نمرض، ما بقيتش كنعس بالليل، كنبقى نفكر ونقلب في راسي واش انا السبب، واش انا ما عرفتش نكون زوجة كيف كان باغي، واش شي حاجة اللي ناقصة فيا. وكنرجع نقول وإلا طلقت اش ضمن ليا غادي نلقى محسن منه وغادي نولي في لسانة الناس ومطلقة وراكم عارفين. بديت كنضعاف بشوية بشوية حتى وليت بحال الهيكل. الناس في الخدمة واللي كنعرف بداو كيسولوني واش فيك شي حاجة، وليتي ضعيفة بزاف. كنت كنضحك قدامهم باش ميشكوش، لا غير ستريس ديال الخدمة، مازال ما تعودت. وربي اللي عالم بيا، انا كنت كندوب من الداخل بحال الشمعة كتحرق بلا ما يحس بيها شي حد. وماما كنت كنبقى فيها وحاسه بيا كنعاني، وكتبقى توصيني وتقول لي تهلاي في راسك وفي صحتك وكولي مزيان ونعسي مزيان، مالكي هملتي راسك. كنقول ليها واخا ان شاء الله راني غا مع الوقت وكل شي تبدل عليا، مازال ما ولفت. فراقكم جاني صعيب وكل شي جاني دقه وحده. ما كنقدرش نقول ليها السبب الحقيقي، وهي مسكينه صدقاتني، ولكن قلب الام ما كيغلطش. كنت كل نهار كنضعف كتر وكتر، حتى الخدمة اللي كنت كنموت عليها وكنت متحمسة ليها وليت كنمشي غير بزز، ما بقيتش كنركز مع التلاميذ. واحد النهار سمعت واحد التلميذة كتقول لصاحبتها شوفي الأستاذة بحال شي عظيم كيتحرك. وبقاو كيضحكوا واخا هما مازال صغار وكل شي عندهم ضحك، إلا أن داك الهضرة دخلت في قلبي بحال الموس ودرت براسي ما سمعتهمش. كنت كنمشي للدار كي كندخل من الباب كنبقى نبكي وكنمسح دموعي ونقول غير نصبر غير نصبر، ربي غيفرجها. ولكن ماما مسكينة ما قدرش تصبر، بقات ايام وهي ما كتنعش مزيان، تفكيرها كياكلها شنو كاين عند بنتي. وولات كتجي عندي بزاف كل نهار شاده طاكسي، قلبها ما هناهاش. وكانت كل ما كترجع للدار كتزيد تشطن كتر. انا عاودت ليها بالحق ماشي كلشي، غا قلت ليها باللي ما بقاش كيديها فيا ووليت كنشك فيه وهادشي اللي كاين. ولكن واحد النهار جات وبغات تبقى حتى يجي هو من الخدمه، وقالت لي خاصني ندوي مع راجلك، راه بحال ولدي ونعرف علاش تبدل وشنو اللي ضرو منك، وإلا كاين ما نصلح نصلح. عييت نقنعها تمشي
تيكون ما خدامش وهادشي عنده، حيت خفتو يدخل في الحالة اللي كيجي فيها كل ليلة، وداك الشي اللي خفت منه طحت فيه. وصلت 11 الليل وهو مازال ما دخل. قالت لي عيطي ليه، صونيت عليه ما بغاش يجاوب، وكون غير جاوب بعدا نسمع صوته ونعرف واش شارب ولا ساحي. وملي ما جاوبش صيفط ليه ميساج كتبت ليه: ماما كاينه عندنا، عافاك جي للدار بغات تشوفك وتمشي. وما ردش عليا، ودازت نص ساعة تقريبا وحنا نسمعوا الباب كيتحل، ودخل في واحد الحالة ما نعاودش ليكم، معصب وسكران، وبدا كيسب فيا وفي ماما، وقال ليها: هانا جيت، اش بغيتي؟ ياك ما يحساب لك انتي امي؟ خرجي عليا من داري. وهز جاكيتو ورجع خرج. انا بقيت غا كنبكي، وبقات فيا ميمتي اللي اول مره تشوف وتهضر مع واحد سكران. امي مرا ما قارياش ومرا بلديه، وهادشي كيخلعها، ولات مسكينه صفرة وفمها بياض بالخلعه حيت خافت منه. بقيت معاها حتى تهدنات، وقلت ليها: هادشي اللي عطا الله، من شحال هذا وهو هكا، ولكن راه عمرو ما ضربني ولا قاسني. ووالديه قالوا لي غير صبري معاه، راه غادي نعاونوك ويكون خير. بقينا ديك الليلة جالسين في بلاصتنا، وهو عرف راسو اش دار، ما رجعش يبات في الدار، يعلم الله فين بات. في الصباح ماما ناضت ما قداش فطر، وبدات كتشكي من الدوخة ورجليها ما كيتحركوش. عيطت لبابا، جاو ديناها للطبيب، ولقاو عندها فقر الدم حاد مع انهيار عصبي. الطبيب قال لينا: السيدة خصها ترتاح بزاف، ما خصهاش تتعرض للضغط ولا لأي حاجة، راه الوضعية ديالها ماشي عادية، خاصها تبقى في العناية. وفعلا دخلت العناية. وأنا مني سمعت هاد الهضرة حسيت بالدنيا دارت بيا. أنا اللي كنت كنخبي مشاكلي باش ما نجرحش والديا، وكنت كنقول نصبر باش ما نقلقش ماما، لقيت راسي أنا السبب المباشر في مرضها. مشيت لدارنا، دخلت لبيتها وكان خاوي. بديت كنغوت بالبكا، وخواتاتي كيبكيو معايا، وكنقول: سمحي لي يا ماما، ما كنتش بغيت نوصلك لهاد الحالة، انا سبابك. وكنغوت بهستيريا حتى راسي ضرني، وطحت نعست في بلاصتي في بيت ماما، وارتاحيت بزاف. وفاش فقت بديت نحس بالقوة، والأفكار في عقلي بدات كتوضح، وندمت على الوقت اللي ضيعته مع راجل ما كانش يستاهل. ومن ثم قررت الفراق بلا ما نحتاج شي حد يقول لي. حسيت باللي هاد العلاقة اللي كنت فيها سنين كانت أكبر غلط، ولمت راسي بزاف. علاش؟ زربت اش استفدت غير المرض. ونط ومشيت جبت حوايجي المهمين كلهم، وعيطت لمو قلت ليها: صافي حرامت العشرة بيناتنا. بغى يصيفط ليا ميمتي للقبر، وعاودت ليها اش دار، بقات تبكي مسكينة وتعير فيه. وهو فاش ساق الخبار بدا كيعيط وكيطلب من اللي رجع ليه، وحاول يقنعني، كيبكي كيواعد. ولكن انا كان الحجر عندي في بلاصة القلب، وسديت عليه كاع البيبان. وهاد المرة عرفت معنى الراحة، وهاد الشي اللي وقع كان فيه خير ليا، حيت داك الثقل اللي كان في قلبي وكنت خايفة ما ندير شي خطوة وندم عليها ما بقاش. حيت اللي بصح غندم عليه هو تموت ماما بسبابي، ويتقهر بابا، وتيتمو خوتي بسبابي. دازو الأيام، ماما خرجت من السبيطار وتحسنات صحتها، وعرفت صافي درت اللي كان خاصو يدار، وباللي طلبت الطلاق. بديت نتهلا في راسي، ارتاحيت من التوتر والضغط اللي كان في قلبي. ومع الوقت بدات الصحة ديالي كتولي أحسن. كل نهار كنت كنحس بطاقة جديدة كتدخل ليا، وبغيت نكون قوية، ماشي غير جسديا ولكن حتى نفسيا، باش نقدر نعاود نعيش حياتي بطريقة صحيحة. وهذه كانت قصة اليوم. بنت ضاعت بين الحب الكاذب والخيانة والوجع، ولكن لقات القوة باش توقف على رجليها. اللي بغيت نقول لكم: ماشي كل واحد كيبان لك صالح فعلا صالح، ماشي كل حب كيعطيك الأمان، وأحيانا اللي كتظنيه الخلاص كيكون هو السجن. إلا بانت ليك شي مظهر من مظاهر العقد النفسية في البداية ديال أي علاقة، انسحبي وما تحاوليش تلفتي، حيت غادي تدفعي الثمن غالي
وغالي بزاف. اعطي قيمة لراسك، تهلاي في صحتك، في والديك، هما اللي أهم. تعلمي توقفي إلى طحتي، تنفسي ورجعي حياتك للمسار الصحيح قبل ما يضيعك أي واحد. وشكرا على المتابعة، وما تنساوش إلى عجبكم المحتوى اشتركوا في القناة، ودعمكم مهم بالنسبة ليا. لايك وتعليق. وما تنساوش القصة ماشي غير حكاية، القصة هي مراية ديال حياة شي واحد فينا. تبقوا على خير ونشوفكم في القصة الجاية.